السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي المتابعين، أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد من تغطيتنا لعملية إنشاء استاد الجيش المصري بالمدينة الأولمبية بالعاصمة الإدارية. لاحظت في الفيديوهات اللي فاتت من أول ما بدأت أنزل فيديوهات عن عملية إنشاء الاستاد، كتير ناس بتتعلق على اسم الاستاد ايه بالظبط، وهل ايه هو اسمه استاد الجيش ولا استاد العاصمة ولا استاد المدينة الأولمبية ولا أي اسم بالظبط. وناس كتيرة كانت لما بسمي الاستاد باسم استاد الجيش المصري بيبقى مش عاجبها الاسم، وبتقول ان في استادات كتيرة باسم استاد الجيش المصري في السويس في برج العرب. هم في الحقيقة معاهم حق، بس انا كل هدفي ان انا بوثق اسم رسمي موجود انا شايفه بحكم ان انا شغال في المكان وعندي مستندات المشروع وجوه المشروع، فانا عارف الاسم الرسمي للاستاد ايه، وكان هدفي ان يبقى ده شيء معروف وموافق على الاوراق الرسميه. طبعا ناس كتيره طبعا في الكومنتات بتتهمني ان انا مش بالف اسم من عندي، ان انا بهبد، ان انا مش عارف ايه، وكلام كتير ملهوش لازمه. في الفيديو ده ان شاء الله هوضح بالدليل ايه الاسم الرسمي للاستاد. فيلا بينا. ده يا جماعة فيديو من قلب الاستاد، ده فيديو من قلب الاستاد، ودي لوحة موجودة في الاستاد. لو شفنا هنا هنلاقي استاد الجيش المصري، ودينا لما هنلف بالكاميرا ونشوف الاستاد، ادي الاستاد الجيش المصري اللي انا بصور منه الفيديوهات واللي انتوا حضراتكم بتشوفوا الفيديوهات اللي فاتت منه، استاد الجيش المصري. فالاسم استاد الجيش المصري ده هو الاسم الرسمي للاستاد يا جماعة، مش وكل هدفي ان يبقى هو الاسم الاستاد الرسمي هو اللي موجود في الفيديوهات، عشان عملية توثيق للي يشوف الاستاد بعد سنة ولا 2 ولا بعد 10 يعرف ان دي الفيديوهات بتاعة الانشاء بتاعه. طيب، حضرتك مش مقتنع بالفيديو اللي متصور في الموقع، هقول لحضرتك كمان هوريك مستند او لوحة من لوح المشروع بتاعة الاستاد هيكون موجود عليها الاسم الرسمي للمشروع. وزي ما شايفين قدام حضراتكم دلوقتي لوحة فيها بعض التفاصيل الفنية الخاصة بالمشروع. لو حاولنا دلوقتي نعمل زوم ونشوف الاسم المكتوب في اللوحة ايه، زي ما احنا شايفين دلوقتي هنلاقي ادي مكتوب استاد الجيش المصري بمدينة مصر الأولمبية وميادين الرماية الدولية. طب يا جماعة، هل انا بقول كده علشان اسم الاستاد عاجبني او مش عاجبني؟ لا، مش هدفي ان انا اقول رأيي الاسم عاجبني او مش عاجبني. انا كل هدفي ان احنا هنا في القناة لو مسألة ان الاستاد يتسمى الاسم ده هتلخبطنا، فانا ما عنديش اي مشكلة ان احنا نسميه استاد المدينة التعليمية او اي اسم انتوا اقترحوه بحيث ان احنا نبقى متوافقين عليه. مش هدفي اعمل تشاحن ولا فرقة في الكومنتات او على الفيديوهات ولا اي حاجة من الحاجات دي. اتمنى ان شاء الله الفيديو يكون بسيط وتم توضيح المعلومة الصحيحة فيه. شكرا ليكم، واتمنى متابعتكم ودوس لايك وشير للفيديو، وان شاء الله بعد الفيديو ده انتظروا فيديو عن اخر تطورات الانشاء في استاد الجيش المصري في المدينة الأولمبية. شكرا ليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.